أغرب حاجة بقابلها دلوقتي ناس عندها 25 و30 سنة وبتشتكي إن ركابها بتوجعها أو ظهرها بقى بيزن كل يومين. زمان كنا بنسمع الكلام ده من الكبار، النهاردة بقى الطبيعي إن كل واحد فينا عنده ألم في المفاصل. بس المفاجأة إن السبب مش السن، السبب إننا بقينا عايشين حياة قلة حركة ونقص تغذية حقيقية. اولا قله الحركه، الجسم معمول عشان يتحرك، المفاصل فيها سائل اسمه سينوفيال فلويد، السائل ده هو اللي بيسهل الحركه وبيمنع الاحتكاك. لكن لو قعدت طول اليوم على كرسي او موبايل السائل ده بيقل والغضاريف دي بتبدا تتاثر وبيحصل خشونه وتحس بتقل او وجع في المفاصل، يعني باختصار المفصل اللي ما بيتحركش بيضعف. ثانيا نقص الفيتامينات والمعادن، المفاصل والغضاريف مش بس محتاجة راحة، محتاجة تغذية كمان. فيتامينات زي فيتامين د ده بيساعد الجسم يمتص الكالسيوم وغيابه بيخلي العظم والمفاصل أضعف. فيتامين سي مسؤول عن تكوين الكولاجين اللي بيدي للمفاصل المرونة. فيتامين كي 2 بينقل الكالسيوم للعظم بدل ما يترسب في المفصل. المغنيسيوم والزنك مهمين لمرونة العضلات والمفاصل. الأوميجا 3 بتقلل الالتهابات اللي بتحصل في المفصل. يعني الموضوع مش مجرد وجع، دي رسالة من جسمك بيقولك أنا ناقصني حركة وأكل صحي حقيقي. الحل ببساطة مش لازم تبقى رياضي، امشي نص ساعة يوميا، حرك جسمك واشرب مية كفاية وكل أكل طبيعي مش جاهز، وجرب تراجع نظامك الغذائي وتشوف هل فعلا في حاجات دي ولا لأ، لأن المفصل اللي بتسيبه النهاردة ممكن يبقى هو اللي يوقفك بكرة. ألم المفصل مش عقوبة، ده إنذار مبكر إن جسمك محتاج اهتمام، زي لمبة التحذير في العربية، لو طفيتها من غير ما تصلح السبب العربية هتبوظ. ابدأ من النهاردة اتحرك، كل كويس، واسمع لجسمك قبل ما يصرخ منك. في رعاية الله.